نروح بعد كده لسارة. اللوك مش لايق خالص خالص على فرح، ممكن اديها 4 من 10. صراحة فستانها ما حبيتهوش خالص خالص بالمرة. بنين ستارز اللوك ده مطلعها كأنها سندريلا. برهوم ما كنتش بحب بدنه قوي. أصالة بقى، أصالة فستانها تحفة تحفة تحفة، بس الفيونكة اللي هي حطاها هنا اوفر كبيرة قوي. فيديو النهارده هقيم اطلالات المشاهير في فرح غيث مروان، ويلا روحوا شوفوا الفيديو. ازيكم يا كان لطيف؟ دلوقتي الساعة 12 و11 دقيقة، عيد ميلادي كان من 11 دقيقة. اكتبوا لي تحت كلكم في الكومنت كل سنة وانت طيب. وأول حاجة هنقيمها طبعا العروسين، هما أكيد مش محتاجين تقييم، بس أقول وجهة نظري برضه. فستان العروسة تحفة يجنن ولايق عليها وسيمبل، والشعر لايق عليها جدا، والميك اب بسيط وسيمبل وجميل، والفستان مخليها أميرة كده. بدلة العريس برضه جميلة، والاتنين لايقين على بعض تحفة، والبدلة مرتبة ومظبوطة ولايقة على شكل جسمه ولايقة عليه. اديهم 10 من 10 طبعا من غير كلام. تاني حد معانا بنين ستارز. بنين ستارز اللوك ده مطلعها كأنها سندريلا. اللوك لايق عليها جدا، والشعر بسيط وسيمبل، وحاطة العقد اللي حطاه هنا ده لايق جدا، الابيض اللؤلؤ ده. والميك اب ميك اب بسيط جدا، مش عامله ميك اب فيه شغل، فستان فيه شغل، فالميك اب لايق قوي تحفه، طلعها سندريلا فعلا. قد اللوك بتاع بنين 9 من 10، حلو قوي. الشخص اللي معانا بعد كده نورمار. نورمار اللون كان لايق عليه قوي، واللون تحفه وفخم، والبدله لايقه عليه، وقصه الشعر والنضاره وكل حاجه. بس عندي ملحوظه بسيطه، حاسه ان البدله، جاكيت البدله من تحت واسع شويه، شايفينه واسع كده شويه، مدي منظر مش حلو قوي، ده من وجهه نظري انا. لو كان لابس بدل الشوز اللي هو لابسه في رجله ده، اللي لابس جزمه، كانت هتبقى اشيك واحلى بكتير، احلى من السنيكرز الشوز ده. هو البدله تحفه ككل، لكن لو كان بدل الشوز او السنيكرز دي بدلها بجزمه، ظبط الجاكيت البدله من تحت شويه، كان ممكن اديله 9.5. 9.5 كان ممكن اديله 9.5 من 10، لكن دلوقتي اديله 8 من 10. حلوه. اللوك اللي معانا بعد كده اسلام افرو. اسلام افرو لوكو كان مختلف عن بقيه الناس في الفرح كلهم، لوكو كان مميز الصراحه. بس لو كان غير الشوز بسنيكرز، الشوز بسنيكرز قلة النوم مأثرة عليا، الساعة 12 وحاجة دلوقتي. لو كان غير الشوز بجزمة، السنيكرز دي غيرها بجزمة، كانت هتبقى أحسن الصراحة. ولون الموف اللي هو حاطه ده يعني مديله، لايقة عليه، لايقة على شخصيته المرحة. وكمان مخليه مميز في الفرح كله، يعني تغيير كمان وحاجة مختلفة وحاجة مميزة، فعجبني الصراحة. بس مش واو، هو حلو ومختلف بس مش واو، يعني ممكن اديله 7 من 10. حلو ومختلف لكن مش واو. لو كان حاط المنديل اللي حاطه في البدله لون اسود عشان يبقى لايق مع القميص، كان هيبقى احلى كمان. نروح بعد كده لما اخت العريس، اخت غيث. فستانها كان تحفه تحفه، ولايق على جسمها ولايق على شكل جسمها، والميك اب تحفه، وقصه الشعر لايقه عليها جدا جدا، والفستان واو، لون الفستان جميل، طالعه اميره الصراحه، كل حاجه لايقه، حتى الشنطه لايقه كمان. بس الساعه محبتهاش قوي، محبتش ساعه على فستان، حاساها مش لايقه قوي، لكن ككل اللوك تحفه تحفه تحفه، اديله 9.5 من 10، حلو قوي. نروح بعد كده لسارة ملص. اللوك مش لايق خالص خالص على فرح، مش لايق بالمره على فرح، يعني الفستان ده مستحيل يطرح بيه فرح، ده عايز 100 جاله، مش عايز فرح، يعني هبت منها زياده. هو شكله حلو عليها وشكله حلو على جسمها وكل حاجه، بس مش لايق خالص على فرح، والريش اللي طالع ده اوفر، حاساه اوفر قوي، مش لايق. بس قصة شعرها حلوه، والميك اب بتاعها حلو، بس اوفر قوي قوي، فممكن اديها 5 من 10. نروح بعد كده للين ولانا. اول واحده هنختارها لين الاول. قيم لين الاول. اللون البينك لايق عليها جدا، ولايق على انها بنوته صغيره، بس الفستان حاساه مش لايق على سنها، مكبرها. وقصة الشعر لايقه وجميله، والميك اب الميك اب تحفه قوي، لايق على الفستان، والفستان لايق على قصة جسمها، بس حاساه مكبرها شويه. واللون البينك بناتي جميل قوي، والسلسله لايقه جدا، رقيقه، حاطه سلسله رقيقه، فممكن ادي لين 8 من 10. لوك ككل حلو. انت اكيد ملاحظين ان انا غيرت اللبس عشان انا صورت الفيديو، جايه بشوف الفيديو لقيت نصه بايظ ومش راضي يشتغل، فاضطريت اصور الجزء ده تاني من الاول، واعيد كل اللي قلته تاني من الاول، فما تضايقوش قوي مع الطقم، انا لبست اي حاجه سريعه كده قدام عشان الحق اصور لكم.
ودلوقتي نشوف فستان لانا فستانها حلو، لونه نفس لون فستان لين اختها، والميك اب حلو وقصة الشعر حلو كمان. لكن في حاجة، الكرانيش اللي هنا دي او الشيفون اللي هنا مش حلو، مخلي موحش الفستان. لو كان من غيره كان هيبقى احسن، لكن اللوك عموما كله حلو والسلسلة حلوة جدا. ممكن ادي لانا 8.5 من 10. نروح بعد كده لين ابو شعر. لين ابو شعر دي اخت زياد ابو شعر وفراس. لين ابو شعر الفستان بتاعها كله حلو، بس الفيونكه اللي هي حطاها هنا اوفر، كبيره قوي كبيره قوي، يعني زياده عن اللزوم، ما يجرحش بيها فرح، يعني ما تلاقيش على فرح، فاهمين؟ اوفر كبيره قوي، محبتهاش الصراحه. لو كانت اصغر كانت هتبقى احلى، او لو كانت من غير الفيونكه دي وفي اي حاجه تانية بدلها كانت هتبقى احلى بكتير. لكن الميك اب حلو والشعر مش حلو قوي، ما حبيتش الشعر قوي، ما حبيتش الضفيره اللي هي عاملاها دي قوي، حاساها كانها زي قصه ياسمين اللي كانت على ايدي فاكرينها. فما حبيتهاش قوي، فممكن ادي لين ابو شعر 5.5 من 10. ما حبيتهاش قوي الصراحه. نروح بعد كده لكريم ديب جوز لين ابو شعر. هو بدلته اسود في اسود، هي البدله بتاعته لايقه على جسمه، لايقه على قصه جسمه. اي بدل تقريبا بيلبسها بتبقى لايقه عليه جدا وحلوه عليه جدا. هي ما فيهاش اي حاجه بيزك، سيمبل خالص، ما فيهاش اي حاجه، يعني ما فيهاش اي حاجه مختلفه، لكن لايقه عليه جدا ومخلياه شكله تحفه كده، والبدل اصلا بتلاقيه عليه. فممكن اديله 9.5 من 10. لو كان في مثلا حاجه مختلفه او حاجه جديده مثلا فممكن اديله 10 من 10. نروح بعد كده مرام لمرام خطيبة نصوح. نصوح ده اخو سارة اللي هي مرات زياد ابو شعر، فهمتوا؟ صراحة فستانها ما حبيتهوش خالص خالص بالمرة، اوفر قوي ومليان كشكشة وحاجات اوفر جامد، اوفر جدا. ورغم ان الفستان اوفر حاطة ميك اب كمان اوفر. لو حتى الفستان مليان شغل مليان حاجات، حط ميك اب سيمبل كده حلو يليق مع الفستان، لا هي حاطه لابسه دريس اوفر وحاطه ميك اب اوفر، فما حبيتش لوكها خالص بالمره، مش لايق على فرح. ممكن اديها 4 من 10. اللي بعد كده احمد بليبلا مش عارفه اسمه بليبلا ولا ايه، مش مهم، ما علينا. هو المصور برضو البدله عليه تحفه زي كريم ديب، حلوه جدا لايقه على جسمه. البدل تحفه اصلا عليه، والستايل البدله حلو، كل حاجه حلوه وشيك جدا وتحفه جدا. فادي بليبلا برضو زي كريم ديب 9.5 من 10. بعد كده اسامه مروه البدله بتاعته تحفه لايقه عليه، لونها حلو، اللون جميل وتحفه، والستايل جديد ومختلف وحاجه جديده، واللابسه تحت البدله مديه شكل مختلف وشيك. ادي اسامه مروه 10 من 10 على طول. في البدل بتطلع تحفه، ستايلها جميل وبيعرف ينسق لبس، فاديله 10 من 10. واو بجد تحفه. نروح بعد كده لأنس مروه. أنس نفس بدلة أخوه أسامة، نفسها بالظبط بس اللون مختلف. بس أنا الصراحة حبيت لون أسامة أكتر من لون أنس، حسيته أشيك شوية. بس برضو بدلة أنس حلوة، والكونسيب اللي هو عامله حلو، واللبس تحت البدلة حلو جدا، منسقه مع فستان أصالة. فممكن أدي بدلة أنس 9 من 10، حلوة جدا ولايقة عليه برضو. أصالة فستانها تحفة، من أحلى الفساتين فعلا في الحفلة. اللون تحفه، وكمان منسقاها زي ما قلت لكم مع بدله جوزها انس، والميك اب والشعر والعقد اللي لابساه هنا والشوز وكل حاجه تحفه بجد، تحفه ولايق عليها، واللون جميل. ادي اصاله 9.5 من 10. تحفه بجد، ابدعت. نروح بعد كده لبرهوم. ما كنتش بحب بدله قوي زمان، البدل اللي كان بيلبسها كذا بدله لبسهم المره اللي فاتت، لكن المره دي البدله دي مختلفه عن الباقيين، احسن بكتير، لايقه عليه، لايقه على جسمه، يعني احسن بدله الصراحه لبسها، احسن من كل البدل اللي لبسها، وحلوه جدا عليه وشيك ومختلفه كده وكيوت عليه. فممكن ادي برهوم 9 من 10، حلوه قوي. كده خلص الفيديو، يا رب يكون عجبكم، وده كان رايي انا الشخصي. فاكتبوا لي تحت في الكومنت ايه رايكم، بتوافقوني الراي ولا ما بتوافقونيش الراي. كل واحد كام، اكتبوا لي تحت في الكومنت كل واحد يقيموه كام من 10. باي.